فيكم بهالايام تطبعوا، بس مش اي تطبيع، هيدا تطبيع بحب الله والرسول والذين امنوا وانا كمان. لكعك العباس بدي 3 كبايات من الطحين العادي الابيض، بدي كبايتين من طحين الفرخه الناعم، كبايتين من السكر، ملعقتين من اليانسون، معلقتين من السمسم، ومعلقتين من دقة الكعك. إذا ما فيها عقدة صفرة فيكم تحطوا معها عقدة صفرة. عندي نص كباية من السمنة، نص كباية من الزيت، ومعلقة صغيرة خميرة. بحركهم سوا ليصير عندي الخليط مثل الرمل. هون ببلش ضيف السوائل. أخذوا معي تقريبا كباية ونص من الحليب السائل. صارت العجينة عندي طرية وما بتلزق. في ريحها نص ساعة وبلش بالتطبيع تاعيتهم. بختار القالب اللي بيناسبني بالحجم اللي بيناسب. في بتمر، في بلا تمر. بتمر صدقوني كتير طيبة رح تطلع معاكم. بطبعهم وبحطهم بصينية. بولع تحت الفرن من تحت لحتى تشقر، ما تخلوها كتير تحمر معاكم. عطوها اللون الأشقر الحلو. وبس نطلعها من الفرن مباشرة لازم نغطيهم بقماشة، وبعد ما يبردوا بنعبيهم بأكياس ونحتفظ فيهم. هون رح تطلع معي العجينة مقرمشة شوي مثل البسكوت، وإذا بتحبوها طرية فيكم تقللوا من مقدار طحين الفرخة وتستبدلوه بالطحين العادي. وألف صحة وعافية مأجورين.